ولا ممكن نكون حسينا في يوم من الأيام إنه الصلاة بدل ما تكون راحة صارت حمل ثقيل. في هذا الشرح رح نستكشف سوا ليش هذا الشعور بيحصل، والأهم كيف نقدر نحوله لسكينة حقيقية. خلونا نبدأ بسؤال يمكن كتير منا يفكر فيه بس بصمت. ليش أحياناً الصلاة تبدو مجرد واجب ثقيل، حركات وكلمات، بس الروح مو موجودة؟ إحساس محبط جداً، وهو نقطة البداية اللي حنتكلم عنها اليوم. لكن في المقابل تماماً نشوف ناس تانيين نفس الصلاة هذه بالنسبة لهم هي شريان حياة، مصدر قوة ما يتخيلون حياتهم بدونه. طيب وين السر في هذا الفرق الكبير؟ الجواب كله يكمن في البداية، في أصل المشكلة. الفرق الجوهري مو في الصلاة نفسها، لا حركاتها ولا كلماتها، بل في الصورة الذهنية اللي تكونت عنا عنها من وإحنا صغار. وهذه هي الجملة اللي تغير كل شيء. إحنا تعلمنا كيف نصلي، تعلمنا الحركات، تعلمنا إيش نقول، لكن هل أحد علمنا كيف نحب الصلاة؟ مجرد تغيير السؤال من واجب إلى علاقة ينقلنا لعالم تاني تماماً. طيب خلونا نتعمق أكتر. السبب الحقيقي اللي يخلينا أحياناً نتجنب الصلاة مو الكسل أو ضعف الإيمان زي ما يعتقد البعض، لا، هو شيء أعمق بكتير. هو نوع من الهروب، بس مو من الله، الهروب من أنفسنا. الفكرة الشائعة أن التقصير في الصلاة هو علامة ضعف إيمان، لكن الحقيقة النفسية أعمق من كده بكثير. في جوهرها هي عملية هروب من مواجهة الذات. فكر فيها، في هديك الدقائق الهادية ما في أحد غيرنا، منصير وجها لوجه مع أفكارنا، مع أفعالنا، مع تقصيرنا، بدون أي أقنعة أو أعذار. ولأن النفس البشرية بطبيعتها تكره المواجهات الداخلية، خصوصاً اللي تكشف ضعفنا، يصير الهروب هو أسهل حل. نملأ حياتنا بالضجة والمشتتات بس عشان نتجنب هذا اللقاء الصامت مع أنفسنا. إذا المشكلة هي الهروب من المواجهة، فالحل هو أننا نعيد صياغة المفهوم كله. يعني بدل ما نشوف الصلاة كمرآة تكشف عيوبنا، ليش ما نشوفها مثل زر الإيقاف المؤقت اللي نضغط عليه عشان نلاقي شوية سلام في عالم ما يوقف أبداً؟ بالضبط، تخيلها كأنها زر إيقاف مؤقت في وسط حياة سريعة ومزدحمة، لحظة بسيطة نترك فيها فوضى العالم كله عشان نتصل بخالق هذا العالم. والممارسة هذه لها فوائد حقيقية وملموسة، هي اللي تهدي القلق وتنظم إيقاع يومنا وتخفف الضغط النفسي، كأنها محطات شحن صغيرة روحية وعقلية موزعة على مدار اليوم. وهذا الكلام على فكرة مو مجرد نظرية فلسفية، لا، هذه تجربة حقيقية يعيشها كل شخص يقرر يعطي الصلاة فرصة من قلبه بنية صادقة وبحث عن السكينة. طيب السؤال المهم، كيف نبدأ هذه الرحلة صح؟ كيف نبني هذه العلاقة عشان تنمو معنا كل يوم؟ السر كله في البداية، لازم تكون بداية صادقة وبسيطة. كثير من الأحيان السبب الذي يجعل الواحد يقف هو طريقة البداية الغلط. نبدأ بالضغط على أنفسنا عشان نوصل للكمال، بدل ما نركز على بناء علاقة صادقة. لازم نتذكر دائماً الدين علاقة مو سباق. الطريقة الأكثر فعالية واللي تغير المعادلة كلها هي إن ننسى فكرة الكمال هذه ونبدأ بخطوة واحدة بس، صلاة واحدة. يعني ببساطة نختار صلاة واحدة بس نركز عليها، نصليها بهدوء وطمأنينة بدون استعجال أو لوم للذات. مع الوقت والاستمرارية اللطيفة هذه بنلاقي أن الصلاة هي اللي صارت تنادينا بدل ما نكون إحنا اللي نلحقها. وأخيراً نوصل لجوهر الموضوع كله، الفكرة يلي لو استوعبناها تماماً رح تتحول الصلاة في حياتنا من عبء إلى هدية، وهي إننا نفهم الهدف الحقيقي من هذا اللقاء. لازم نتذكر أن الله ما يطلب مننا الكمال، هو يطلب مننا الصدق. حتى لو تعثرنا وغلطنا، طريق الرجوع دائما مفتوح. أهم شيء هو المحاولة الصادقة. وفي مقولة جميلة تلخص هذا التحول في التفكير بشكل رائع: السلامة تأخذ من وقتك بل تبارك في حياتك. يعني هي استثمار مو استهلاك للوقت. ونختم بهذا السؤال ليعيد صياغة كل شيء: ماذا لو أن الصلاة أصلاً ما كانت واجب ثقيل، بل كانت نعمة تنتظر مننا بس قلب يكون مستعد يفهمها ويستقبلها؟